ليه كل اكياس الشيبس نصها بيكون فاضي؟ لازم نشوف حل المشكله دي. تعال انت كمان. رئيس الشركه موجود يا فندم؟ موجود. شكرا. ايه ده؟ مساء الخير، معلش عندي مشكله صغيره والله، انا اسف جدا والله. في ايه؟ معلش يا فندم، الكيس نص فاضي اهو يا فندم. هو ده بقى اللي مضايقك؟ طب تعالى معايا بقى. بص يا عمرو، سبادز معمول بشكل مختلف خالص، معمول بطريقه الكرافت كوك. البطاطسايه اللي انت بتاكلها ان الزيت فيها القيمه الغذائيه اعلى بكتير، فليفرز مش موجوده في مصر خالص، حاجه مختلفه تماما عن كل حاجه في مصر. كلام حلو جدا، بس ايه علاقه ده يا فندم بالكيس؟ انت شكلك هتغلبني يا عمرو. ما حاضر هرد عليك. سبادز مختلف عن غيره انه عالي الجوده، بمكن مش موجود اللي عندنا، بمعمل مش موجود اللي عندنا. والله يا فندم مش عايز افتح مصنع. احنا عملناه. سبادز عمل حاجه كويسه جدا. مليان. طب ممكن نشوف ده الكيس اللي انا بقول لك عليه. ده؟ هو ده اتقل كيس في مصر. واخيرا كيس مش منفوخ على الفاضي من سبادز. ده اتقل كيس في مصر في فئه ال 15 جنيه. هتلاقي الاستراب ده موجود عليه، موجود في اي كشك بكل الاطعمه اللي احنا بنحبها من سبادز. الكيس فيه 70 ل 80 جرام، سعره 15 جنيه، هتلاقوه موجود في كل حته باي طعم انت عايزه. اخد انا بقى اللايم فيوجن ده عشان بحبه.